حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. واخيرا بقى هنجهز شنطة الولادة مع بعض ليا وللبيبي. هقول لكم برضو انا غيرت فيها ايه على اخر لحظات حسب الجو اللي انا اليوم اللي انا ولدت فيه الجو كان وحش جدا. فهقول لكم انا ايه اللي انا غيرته في اخر حاجة. تمام. الفيديو ده اول ما هينزل هكون انا خلاص الحمد لله ولدت. فهقول لكم برضو ايه الحاجات اللي انا استخدمتها وايه الحاجات اللي انا هنصحكم بيها ان انتوا تخلوا بالكم وتاخدوها معاكم يعني. تمام. دي اول حاجة الشنطة اللي انا هاخدها واحط فيها. ما حبيتش ان انا اجيب بقى شنطة بتاعه سفر وكده، لا انا اختصرت وجبت الشنطة ايه الحلوة دي. انا كنت جايبها من على الفيسبوك. المهم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة او سبسكرايب وتفعلوا اشعار الجرس وتعملوا كومنتات كتير كده وتدعوا كل حبايبي الحلوين اللي هم لسه حامل ولسه يقوموا بالسلامة. ربنا يقومكم بالسلامة وان شاء الله برضو يرزق كل واحد بالذرية الصالحة. انا عايزه اقول لكم برضو على حاجه، ان الفتره الجايه هنزل لكم فيديوهات بقى عن اللي حصل معايا في العمليه وايه اللي انا يعني سواء البنج النصفي او الكلي والرضاعه والعلاج. وهقول لكم على كل تجربتي اللي حصلت كده. فلو انتي مامي ولسه حامل وكده هتولدي فتابعي قناتي عشان هتفيدك جدا جدا جدا. تمام. اول حاجه دي الشنطه اللي انا هحط فيها، هي عامه ووتر بروف. ما حبيتش بقى ان انا اجيب شنطه بيبي وبتاع عشان هتأيدني في الخروجات. فانا الشنطه دي كده كده اوريدي ان هي كانت معايا. تمام. في حاجات انا ما صورتهاش فهقول لكم عليها، وفي حاجات صورتها انا ما استخدمتهاش برضو هقول لكم عليها. اول حاجه احط الحاجه بتاعتي وبعد كده يعني هنحط ايه حاجه البيبي. بصوا انا خدت معايا بنطلون وطقم داخلي. فبرضو ده انا ما استخدمتوش على اخر لحظه. خدت حاجه برموده. تمام. و اللي هي بدل البنطلون عشان في اليوم اللي انا كنت رايحه فيه كان جو حر جدا وكانت بدايه الموجه الحاره. تمام. فانا غيرت دي برضو على اخر اللحظه وانا ورايحه كده، واخده الشنطه ولابسه وجاهزه. وانا ورايحه قمت واخده ايه ال ال الشورت البرمودا ده اللي هو بيبقى عند الركبه مثلا. وخدت جلابيه صيفي خدتها في سكوس كده طريه يعني نص كم، لان اللي انا كنت واخداهم الاتنين دول كانوا كم. ما كانوش تقال، كانوا خفاف بس برضو خدت واحدة نص احتياطي. دي قلت وانا ومروحة ارجع بيها. مروحتش بيها بصراحة. دي في ابني انا لما ولدته اول مرة كان في شهر 10/8/10. تمام. فكان الجو ساقعة مش زي دلوقتي. انا ولدت يوم 12/7 وانا بمنتج الفيديو تقريبا النهاردة 27/7 26 حاجة كده. تمام. وخدت الجلابية دي قلت بسوستة عشان اهم حاجة لما تقومي كده بالسلامة لازم ترضعي البيبي وكده. فانا خدت حاجة بسوستة، سواء بقى خدتي حاجة بكم حاجة بنص هاتي حاجة بسوستة او بزراير. بصوا هي خفيفة جدا جدا بس كانت بكم. فانا طبعا زي ما انتوا عارفين ان الواحده بتقوم وبتبقى حاسه انها سقعانه وبردانه والجو ده. لا انا عايزه اقول لكم ان في الوقت ده انا كنت بموت من الحر. فالحمد لله خدت حاجه نص معايا على اخر لحظه. وخدت برضو السكارف ده قلت عشان لو حد موجود وانا طلبوا ان انا ارضع في الوقت ده ومثلا اتكسفت او كده فانا احط الغطا ده. طبعا الدراي سوفت ده بتستخدميه بعد الولادة. ده حلو جدا جدا وانضف نوع. ممكن تستخدميه بعد الولادة اثناء فترة الولادة. انا كمان ما كملتهوش بس هو 3-4 ايام الاولانيين وخلاص. تمام. دول كده الحاجة بتاعتي. خدت برضو الفوطة ليا وفوطة للبيبي. دي فوطة ليا ودي الفوطة للبيبي. بص دي كانت جديدة يعني سبحان الله كنت جايباها برضو في جهازي. كنت جايبة 3 واحدة لابني هو مستخدمها لونها ازرق، ودي طلعت لبنوتي بقى لونها ايه فوشيا. فدي حلوة. تمام. وانا خدت دي. عايزة اقول لكم بصوا انا كنت لابسة الجلابية دي هتلاقوني كده اللي هي بنص كم دي. ايوه دي اللي انا خدتها معايا وانا ورايحه اولد. اول حاجه هي كان بزراير وواسعه
واسعة جدا، يعني حتى وانا كنت في الحامل خلاص في التاسع، يعني انا بعمل لكم ده قبل الولادة بيوم او باتنين بالظبط. تمام. واسعة عليا برضو، فانا مخليها للطوارئ اللي زي كده. خدت بقى ايه للبيبي؟ خدت بامبرز وخدت الاتنين دول. وعايزه اقول لكم مش هتستخدموا ولا الشامبو ولا الزيت جونسون اللي انا خدتهم دول. خدت ايه تاني للبيبي؟ فانا الحاجتين دول ما استخدمتهمش. عايزه اقول لكم برضو حسب الصيدليه، سوري، حسب المستشفى اللي انتي بتولدي فيها تقريبا يعني. بس هم ما طلبوش الكلام ده كله، انا حتى خدتهم ورجعت بيهم تاني يعني. بصوا، خدت برضو الطقم القمر ده لبنوتي، وخدت طقمين عشان قلت احتياطي. وعايزه اقول لكم كان الجو حر عليها جدا رغم ان هي كانت خفيفه اصلا. يعني بصوا هتلاقوا ان السلوبات كان خفيف جدا مش تقيل. دي انا خدتها احتياطي. بصوا دي انا خدتها احتياطي. الطقم ده اللي هي اول ما نزلت لبسته، اللي هو الطقم الروز ده اللي انتوا شايفينه، مش السلوبيتا دي التانية، الطقم الكامل بالكفرتة بتاعته بحاجته يعني. طبعا انتوا سامعين بنوتي عمالة بتعيط. طبعا انا هعمل لكم فيديوهات الفترة الجاية بقى، وانا بتعامل معاها ازاي، ايه العلاج اللي انا خدته. وهنتكلم عن الحقن اللي هي البي سي اي او التاب بلوك. وهكلمكم برضو عن تجربتي في الرضاعة وازاي يعني ازاي تتعاملي معاها، وايه الكريمات اللي انت هتستخدميها، لان في الوقت ده هيكون صعب جدا. وسواء لو هي رفضت صدرك، ايه المحاولات اللي انت هتحاوليها علشان تاخد صدرك تاني وترجع ترضع طبيعي. واللبن الصناعي اللي ممكن تستخدميه في الفترة دي. بس هكلمكم عن كل اللي انا مريت بيه، هيفيدكم بجد. فلازم تتابعوا القناة علشان تعرفوا يعني كل حاجة كده واحدة واحدة. همشي معاكم واحدة واحدة، وان شاء الله ان شاء الله انتوا كمان تعدوا الايام دي على خير. بتبقى فترة صعبة بس بتعدي، كله بيعدي. المهم الطقم اللي انتي يعني هتلبسيه للبيبي، حطيه كله كده جوه الكوفرتا وبعد كده بتحطيهم كلهم في لفة واحدة. بصوا انا في الاول حطيت السلوبيتا الكاملة والبامبرز، وحطيت واحدة قط وواحدة نص بحيث هما يختاروا ايه اللي ممكن يلبسوه لها. تمام. وقلت اشيل دي بتاعت الحلقة هنا، بس رجعت شلتها حطيتها في الجيب لان قلت ممكن تقع منهم يعني، ومحدش يعرف ان انا جبت حلقة او ممكن يضيع اصلا ويدوروا عليه. فانا شلته في الشنطة في الجيب، وقلت لاختي يعني هي ايه ممكن تطلعه. بصوا بعد ما حطيت النص وحطيت القط، رجعت شلتهم تاني وحطيت اللي هي القط بس عشان كان الجو موت يعني. وانا بحضر الشنطة هنا كان جو، ولما جيت اليوم اللي انا رحت اولد فيه كان جو تاني خالص. انتي لو في التكييف برضو كنتي هتجيبي ميه من كل حتة. بجد كان يوم صعب جدا، بس الحمد لله ان هو عدى. عايزة اقول لكم انا خدت حوالي، انا في الاول حطيت 6 بامبرز، رجعت زودت، بس طبعا كل ده انا مستخدمتوش، استخدمت حوالي 2-3 بس. تمام. بس برضو بنحط بزيادة. انا عايزة اقول لكم برضو اني حسب كل مستشفى والتانية بيبقى ليها يعني متطلبات تانية. فانا معرفش، انا دي المستشفى دي اختي ولدت فيها مرتين، فانا كنت عارفة النظام ايه، ما بيستخدموش حاجات كتيرة. عايزة اقول لكم برضو ان الدكتور بيقول غلط ان احنا نحمي البيبي اول ما بينزل بالشامبو او الشاور او كده، علشان بيبقى فيه طبقة على جلده دي يعني هو بيقول لي بنسيبها 24 ساعة، ده افضل للطفل عشان يستحمل الجو اللي حوالينا يعني، دي حماية ليه هو. فانا كنت شايفة في جوه اوضه العمليات ان في ازاز زيت جونسون فقط، فمش عارفه هما بيحموه بيهم بالاطفال ولا ايه. بس هي دي بس اللي لقيتها، ما لقيتش شامبو ولا اي حاجه. فالدكتور نفسه كان بينصح بكده. بعد كده بقى خدت ايه تاني؟ خدت الببرونه دي، طبعا انا غسلتها كويس جدا وعقمتها. كمان هتاخدي مشط معاكي
تمام. هتاخدي توكة استك، ماشي. انا خدت توكة استك وبنسة، براحتك. دي بس عشان انا لما اكون جوه اوضه الولاده استخدمها. وخدت ديودرنت طبعا لازم. حابه بقى انت تاخدي اي ميك اب خفيف، شوفي انت بقى هتاخدي ايه معاكي، حابه تاخدي ايه. انا كل اللي خدته معايا هو ماسكارا وتند ومرطب للشفايف، عشان في الوقت ده شفايفك هتكون ناشفه جدا. بس دول خدتهم بقى وانا وماشيه يوم الولاده، استخدمتهم وبعد كده قمت شايلهم تاني. اوكي. دول كده يا حبايبي اللي انا خدته كله. وانا طبعا قلت لكم انا غيرت ايه في اخر لحظه. طبعا ما تنسوش ان انتوا ما تحطوش اي اكلادور او جل على ايديكم ولا على رجليكم، ما تحطوش روج ثابت على شفايفكم، كل ده الدكتور هيمنعه. ما تنسوش بقى القسيمه والبطاقتين، وتشيلي اي دهب او اي حلق انت لابساه، برضو كل ده ما ينفعش تدخلي بيه اوضه العمليات. بس كده، انتظروا ان شاء الله الفيديو الجاي، هنتكلم بقى عن اليوم بتاع الولادة وعملت ايه وايه اكتر حاجة ممكن تعملوها انصحكم بيها. بس كده، ما تنسوش بقى لايك، كومنت حلو زيكم، تعملوا اشتراك في القناة او سبسكرايب، وتفعلوا اشعار الجرس علشان اول ما انزل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار. واكتبوا لي برضو في الكومنتات حابين انزل لكم فيديو ايه اقرب حاجة ليكم. بس كده، انتظروني الفيديو الجاي، وباي باي.